الشية السودانية لازم تشوي على الكانون بالفحم في الصاج المجدد وتقعد على البنبر وتظبط لك أحلى شية سودانية. القصة الحقولة دي حقيقية 100% وحصلت من أكثر من 30 سنة لكن ما بتتنسي. عمامي وعماتي أصولهم من أسوان لكن عايشين في السودان من صغرهم، يحبوا بعض لدرجة إنهم هم بيتقسموا حتى النبقة، يعني بالمحبة بيتقسموا النبقة. عمي رحمه الله فوزي عنده المزرعة وبيربي الخرفان، وكان عنده آخر خروفين، واحد لين للعيد وواحد لي أخوه عم شاكر اللي هو والي رحمه الله. بنت عمي نجاة بتحكي كنا نايمين وفجأة ما تسمع إلا الحرامي تلب في البيت تلولب تلولب، وتسمع الخرفان باع باع خايفين. قالت قمت جريت ونطيت وسكيت الحرامي، لأنه قلت لو الحرامي سرق خروف من الخرفان يبقى هم ما حيكون عندهم خروف العيد، وأبوي حيدي لي عم شاكر الخروف وإحنا حنعيد من غير خروف. لكن شوفوا المحبة كيف بين الأخوان يتقسموا حتى النبقة. ودي أنا القصة دي بحتزل لك يا نجاة حكيتها، لكن ما بتتنسي القصة يا